هل الإنسان اللي عنده خواطر شريرة وخيرة أفضل ولا الإنسان اللي ما عنده خواطر؟ ساكت. حالة الجهل ناقص، لو في حالة الكمال خير. وما في صمامة في وجدان الإنسان صمت أو أحد بالمعنى الأصل ما يكون في خواطر حتى العارف. تذكر أن العارفين بخافوا كانوا من الربا ما فيه خواطر. قلناها مرة عن عليه السلام بن مشيش لما قال الشاذلي هو تلميذه كان صغير تحته، قال له كيف أصبحت؟ قال له أصبحت أخاف من برد الربا. رضيت نفسه عن الله حتى ما تتحرك بأي صخر وده خاف. فده نوع من الصمامة، الخواطر سكنت وهدأت، لكن أن يكون راضي بالله كل الرضا حتى لا يكون في أي حركة سخط، ده ما دليل الكمال، لأنه الله أعظم من أن يرضى به كل الرضا. في دقائق لطفه وفعله يخليك ما يسقطك مهما كنت كبير، وهو خاص بيه. الشاهد أن الإنسان ما عنده خواطر وهو مبتدئ في علة، والسالكين أصلا بيصيروا الخواطر بالمجاهدات الأولانية، خصوصا الصيام، خصوصا الصيام الصمدي. الصيام الصمدي عنده قيمة عجيبة جدا في حز الكيان الداخلي حتى يخلي السرسرة كثيرة خلاص. بعدين تجي التصفية والغربلة. فالإجابة على السؤال الفرع الأولاني أنه الإنسان اللي عنده خواطر شريرة وخيرة هو الإنسان الثالث. في ناس بيخافوا من دي، خلي بالك، في ناس انزعجوا خالص لما تكون عندهم خواطر كثيرة، ولكن هي على مصلحة. حتى الخواطر قد تمشي للشك فيها الله، والظن بالله، حديث عن الله الواحد يجد فيه نفسه لا يستطيع أن يصدق. الحديث عن الإخوان، حديث عن المشايخ، عجيب جدا يجد الإنسان فيه نفسه، دي على مصلحة. فأنا ده سأل علي ماشي في الاتجاه ده، نحن عم نسبق هسه على تقرير حاجة، لكن ده فيما يخص السؤال الفرعي أن الإنسان اللي عنده خواطر هو الإنسان الثالث. الإنسان المبتدئ ما عنده خواطر، ده أصم، بمعنى أنه نفسه مكبوتة بصورة ما فيها حركة، ويجب أن يفعل حاجة لتحريكها. وأما السؤال الثاني الفرعي فالإجابة جاءت عليه إن بعض الظن قالوا الظن اللي بيظهر فيما بعد أنه خطأ، وده معناه أنه الظن المتفاحش فيه سوء الظن. إن بعض الظن الظن المتفاحش فيه سوء الظن، هذا ظاهر اسمه ما بليك، ما في دلائل تسند منطقية في أنك تظن الظن ده بالإنسان الثاني، هذا مجرد الظن اسم. بعدين إن بعض الظن الظن اللي بيجي التوكيد بالقول، بيجي كأنه قول، وقد يكون القول في أبسط صور التعبير عنها، إذا كان بالإشارة أو بالعبارة، من غير ما يدخل في اغتياب. إن دخل في الغيبة يبقى ده القول. لكن الظن المؤكد كثير والملح كثير ده يبقى اسم، لأنه بأثر على التصرف بالحاقة. فدي الأجوبة على الأسئلة الفرعية. الإنسان ما عنده خواطر وهو مبتدئ ناقص، والناس ما يخافوا من الخواطر، لكن يسترشدوا عشان يعرفوا ينظموها. الخواطر زي إذا كان هسه الناس هنا في الصالون أو في أوضة واحدة، وبعدين ناس ما هم متضايقين ما بيزدحموا على الباب، بيخرجوا واحد واحد، هذه الخواطر صورة كده. لكن لو حصل حريق في الأوضة يحصل شنو؟ يحصل 5 و6 يهجموا على الباب حتى لا يكاد يخرج واحد، وغد يرموا بعض ويدوسوا بعض. وده الخطأ. الخطأ مش أن الخواطر تتحرك، وإنما الخطأ أن الخواطر لا تجد تنظيم في التنفيذ عنها. والتنظيم في التنفيذ عن الخواطر هو عمل العبادة في إعطاء الميزان، يأتي من الخواطر ما في بأس من خروجه كده. والحقيقة دي برضو قلناها مرات أنه العابد وهو قاعد في باب قلبه زي السجان، في
وفي مساجين من الخواطر دي متردد سجود مجرم حقه يحفظ من الخروج للمجتمع، ده يقعد ده يقعد. بعدين خاطر من الخواطر كأنه مسجون للمرة الأولانية أو كأنه مسجون مظلوم، ده العلم يديه فرصة ليخرج، فكأنها الصورة هي دي. أما ما عنده خواطر ما يفتكر أنه الحالة دي حالة سليمة، ما يسكت عليها. وكذلك ما عنده أحلام، هذه قيلة مرات. ما في سالك ما عنده أحلام هو سالك، وقد يكون في سالك عنده أحلام لكن ما بيتذكرها، دي مرتبة أقل في السوء من المرتبة اللي ما فيها أحلام. وده برضو السالك المنوع ده ما يسكت، السالك اللي ما عنده أحلام ما يسكت، السالك اللي ما عنده خواطر ما يسكت، السالك اللي عنده أحلام لكن ما بيتذكرها ما يسكت، يشكي حاله. وزي ما قلنا مرات مجرد الشكوى خير، الشكوى للعارف يعني. السالك ما ينطوي على نفسه، السالك ما ينطوي على نفسه، ما يظن بنفسه حل مشاكله كلها. ما من شك أن السالك الكويس ما حقه كل قضية يعرضها، يحاول لغاية ما يشوف أنه عنده مشكلة يعرضها. لكن إن بقت ما عنده محاولة، عنده مشاكل لكن ما عنده محاولة لحلها ولا عنده محاولة لعرضها، ما بيمشي كثير. إن بقى عنده مشاكل وعنده محاولة لحلها لكن لما تغلبه بيسكت عليها ويطول السكوت، ما بيمشي كثير.